السلام عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. بصوا يا جماعه، فيديو سريع كده بمناسبه الاوضاع الاقتصاديه والحاجات اللي في العالم كله بيمر بيها يعني. تخيلوا كده لو مثلا حد عبقري جدا، خلينا نقول مثلا البرت اينشتاين مثلا بيعمل ساندوتش مثلا اي حاجه. تخيلوا مثلا هيعملوا البروسيس بتاعته هتكون عامله ازاي، هتكون معقده ازاي، وهيفضل يعمل ايه ويفكر لو حطينا ده على ده. في الاخر هو الساندوتش وظيفته ان هو تحط مثلا عيش او توست وجواه حاجه وحد ياكله وخلاص وشكرا. فمش مطلوب ان تعمل فيه حاجه معقده قوي يعني الحقيقه. ف خلينا نفكر في ده في اي حاجه بنعملها. يعني مثلا وحد بيشتغل مثلا فريلانسر او حد بيشتغل في تاسك مثلا معينه في شغل مثلا، يستخدم اداه صعبه قوي او يستخدم تكنيك صعب قوي وصح قوي في حاجه مش مستاهله. هو مش هيحضر دكتوراه في الحقيقه في الحاجه دي. في الحقيقه هو مطلوب منه يعمل دي مظبوط عشان المره الجايه يعملها احسن، المره الجايه يعملها احسن، وهكذا. وهيجي له حاجه تانية مختلفه عنها شويه المره الجايه، فهيتعلم تول جديده معاها وهيجرب احسن واسهل طريقه الى اخره. طيب لو في شركه مثلا، حاجه مثلا المفروض تاخد مرحلتين ثلاثه عملناها في 5 6 مراحل مثلا، ده هيزود تكلفة على الشركة أو على الشخص اللي بيشتغل، هيزود وقته اللي بيقضيه في الحاجة دي. أو الشركة دي مثلا هتتكلف في البايب لاين بتاعها، في خط الإنتاج بتاعها، وقت أطول، فوقت موظفين أطول، فهتكلف الشركة أكتر. فحاجة ما تستاهلش إن يدخل فيها ثلاثة ما يدخلش فيها ثلاثة، يدخل فيها اتنين. حاجة تستاهل إن يدخل فيها اتنين، يدخل حاجة تستاهل يدخل فيها 10 يدخل فيها 10. بس دايما اختيار أكتر efficient بايب لاين بيبقى بيساعد على التوفير وبيساعد على إنجاز الحاجة في وقت أحسن. ده بالنسبه لشركه او بالنسبه لشخص. نفس الكلام بالنسبه لل يعني النصيحه دي الحقيقه انا بقولها لنفسي وانا بفكر نفسي بيها وبفكر اي حد بيشتغل معايا فيها. عشان احنا ساعات بنسرح في التنظيم قوي وفي تظبيط حاجات قوي وننسى حته الافشنسي والكفاءه في الشغل عشان نقدر في الاخر نقدم سعر كويس، نقدم خدمه كويسه في وقت كويس. بالذات في الظروف دي اللي كل الناس بتتنافس فيها في حته السعر يعني. ده والعالم كله بيفكر ازاي يقلل نفقاته. فاذا كان الناس على مستواهم الشخصي بيفكروا ازاي يقللوا نفقاتهم والحاجات اللي مش اساسيه والحاجات اللي مش ضروريه، فلازم ده يكون مبدا احنا بنشتغل بيه في شغلنا او بنفكر فيه في شغلنا. ان الحاجه اللي ملهاش لازمه ما تتعملش. الشخص الزياده اللي يبقى يدخل في الموضوع ده ملوش لازمه، خليه يستثمر وقته في الشغل في حاجه تانية احسن. انا لو بشتغل بايدي والحاجه دي هتاخد مني وقت اطول بالطريقه دي، اشوف في وقت اقصر، او اشوف حاجه تعملها لي بسرعه، اشوف حاجه معتمده على الذكاء الصناعي، حاجه معتمده على تمبلتس وحاجات جاهزه استخدمها في الاخر هتكلفني اقل، هتكلف العميل اقل، هتخلص بسرعه يعني. هو الموضوع كله بيصب في الايه، في الافشنسي، في الكفاءه بتاعه الايه، البايب لاين. آه، هو ده اعتقد هو ده الوقت بتاع ان الناس زي ما بتفكر على مستواها الشخصي في ترشيد النفقات وترشيد الاستهلاك والتخلص من الحاجات اللي مش ضروريه. نفس الكلام اعتقد بالنسبه للشغل والبيزنس سواء الكبيره او الصغيره. احنا شفنا ناس كبيره حتى عندها مشاكل وبتمشي ناس وعلى يعني على ليفل كبير جدا. فسواء كنت كبير كنت صغير، انا متاكد ان الوقت ده او مؤمن يعني ان الوقت ده هو الوقت بتاع تفكير في الكفاءة في إدارة الإنتاج والكفاءة في البايب لاينز. مش بس مجرد تنظيم بدون وعي للحتة دي، سواء على مستوى الأفراد اللي بيشتغلوا أو على مستوى السيستم أو الشركات نفسها. ده موضوع عابر كده سريع وبس. شكرا جزيلا. يلا، سلام عليكم.